السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هاد لا فيديو نتوما في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم عراضه هماويه لخويا ومراتو. حضرت فيها الفخذ ديال الحولي في الفرن مع خضره مسوطيه وبريوات بالكفته والروز. كذلك شاركت معكم كلاص اللي كيجي رائع ديال النوغا، ساهل، مكونات بسيطه. كنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا بزاف على التتبع ديالكم وتشجيعكم، وما نطولش عليكم ونخليكم مع بقية الفيديو، فرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاج في الشرمولة، هنايا عندي 2 معالق ديال السمن، 2 معالق ديال الزبدة. بالنسبة للتوابل عندي معلقة ديال الفلفل احمر، معلقة ديال الخرقوم، معلقة ديال السكنجبير، ونصف ملعقة ديال الابزار. عندي القزبر يابس، الملحة، الكمون. هنا عندي تقريبا واحد 8 الفصوص ديال الثومه. هنايا 4 كاس ديال الخل. ونبداو على بركة الله. ودابا غادي نلفو مزيان في ورق الطبخ. من بعد ما لفيته في ورق الطبخ، عاود لفيته في ورق الالومنيوم، وغادي ندخلو للفران. بالنسبه للخضره اللي غادي نرافق بها الطبق، هنايا عندي خيزو مسلوق، اللوبيا مسلوقه، كذلك البطاطا مسلوقه. وغادي نبدا نحضر الشرموله ديال الخيزو. غادي نوضع ملعقه صغيره ديال الثومه بودره، غنوضع نصف ملعقه ديال الكمون، غنضيف شويه ديال الملحه، وغنضيف فلفل احمر، وغنضيف ربيع قزبر ومعدنوس. كذلك نفس الحاجه غادي ندير اللوبيا، غنوضع فلفل احمر، شويه ديال الملحه، شويه ديال الثومه، شويه ديال الربيع. بالنسبه للبطاطا، هنايا كما كتلاحظوا اختاريت غير البطاطا اللي صغيره بزاف. هنايا غندوز نحضر لها الشرموله اللي غنوضع فيها شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الثومه، شويه ديال الربيع، شويه ديال الكمون. هنايا عندي شويه ديال الفلفل الحار، وشويه ديال الفلفل الاحمر،
هنايا من بعد ما شرملت البطاطا غادي نوضعها في الدقيق، من بعد غنديرها في البيض وغنعاود المره الثانيه نوضعها في الدقيق، وغنستمر على نفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله. من بعد غادي نقليها. هنايا من بعد ما قليت البطاطا كتجي على هذا الشكل، كتجي مقرمشه ولذيذه. هنايا صوتيت اللوبيا وخيزو، عندي لي باط مع شويه ديال المايونيز والربيع ملحه والابزار. ودابا غندوز نحضر معكم لي فيغين ديال لافوكا اللي غنحتاج فيهم لافوكا، البصله، مطيشه، الحامض وشويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. هنايا عندي حبه ديال لافوكا، من الاحسن تكون لافوكا طايبه، انا هنايا ما كانتش عندي لافوكا طايبه. عندي مطيشه مقطعه مربعات صغار، بصله مقطعه مربعات صغار عفوا، الحامض، شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، وهاد الكويسات اللي غادي نحضر فيهم لي فيغين. غنوضع لافوكا، غنضيف عليها مطيشه، بصله صغيره مقطعه مربعات صغار، وغنضيف الملحه والابزار، وغنضيف الحامض، اللحم الفران. هنا استغرقات لي واحد 2 ساعات. دابا غادي نوضع الخضره اللي حضرت معاكم في الجوانب. هنايا كذلك حضرت البريوات، ما شاركتهمش معاكم، ديجا عندي حاطاهم في القناه بالكفته والرز. وهنايا غادي نوضع نصف لتر ديال الحليب، وغادي نطلع الكريمه. وهنايا غادي نوضع علبه كبيره ديال الفلو، وغادي نزيد نطرب واحد 5 ديال الدقائق.
ودابا غادي نوضعها في المول وغادي نوضعها في الفريغو ليله كامله. كما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص اللي حضرت معكم بالنوكا. كيجي زوين بزاف. هنايا زينته بصوص كراميل وشويه ديال اللوز. كنتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، على تشجيعاتكم. في فيديو قادم ان شاء الله.